منيح. كانت الناس كلها بتحبه. بعرف. طول بالك والعمر إلك وعظم الله أجرك. شكر الله وسعيك. الله معك. الله يرحمك يا جدي. والله راح بكير. ما بدي العب طاولة زهر انا. الله يرحم. روحي وحياة الله راح بكير. جبران بكير؟ جدك مات عمره 94 سنة، ماتوا اولاده وهو بعده مشرش. يا عمري شو انت عم تحسبي له اياهم؟ والله حرام عليكي شو انت عم تصرفي عليه، ما بصير هذا الكلام. يا حياتي أنا ما قصدي شي، أنت بتعرف قديش أنا بحبه لجدك، الله يرحمه. جبران ما ابكي عليه يعني. لا أبكي. طيب جبران انت قلتي لي ابكي. يا جبران جدك آخر فترة تعب وتعبنا معه، صرنا كل يومين ننط على المستشفى. إيه خلص ما هو تعب كتير كمان. الله يحمي كبرتنا مشان ما حدا ناخذ جميلة حدا يعني. جبران جدك له 3 أيام ميت وخلص العزا، ونحن عملنا واجباتنا وأكتر. هلأ ما بقى في حدا يحاسبنا عشي. طيب جدك مات، ما حدا بيعرف لا شو معه ولا شو عليه. يا روحي شو معه يعني؟ شو بده يكون معه؟ كل شي معه مصاري اشترى فيها كراكيب وتحف. يعني الشغلة الوحيدة اللي طلعت لنا منه علمنا التصوير وكيف نحمض، وهي الشغلة مو ظابطة يعني مو ماشية هلا. تحف والكراكيب، بركي جدك عنده شي تحفة إلها قيمة. ايه والله إذا بيطلع عنده تحفة أثرية نقبر الفقر. معقول؟ ايه أكيد معقول، مننبش ما بنخسر شي. الكرتونة المسكرة؟ أي كرتونة؟ روحي جدي عنده كرتونة محطوطة على السقيفة ما بيخلي حدا يشوفه. هلا أنا إلي 2 سنين بهالبيت، ليه ما بعرف عنها للكرتونة؟ روحي أنا صار لي 25 سنة دايما باخذ الكرتونة من مكان لمكان، ما بيخليني افتحها مو شوفها. هلا صار فينا نفتحها. وجدي وليش جدك مات؟ جبران بس الكرتونة هون. قوم نروح نشوفها. شوي. يمكن مشان هيك صارت شخصيتي ضعيفة قدام مرتي. بحبه أنا. كنت طميعة، كنت متوقعة الاقي شي طلع من ورا مصاري، شي تحفة، شي. طالع لك عضلات. روحي طول عمري بحلم اني اشوف شو جواتها لهي الكرتونه، بس في خوف من جوا، بخوف انه يطلع لي جدي ويقول لي لا تفتح هي الكرتونه، هي الكرتونه لا تفتحها. جبران ما بعرف ليش حاسة إنه بس نفتح هالكرتونة كل حياتنا رح تتغير. كأنه في صوت. افتحها. شو في؟ كأنه فارة. فارة؟ 25 سنة وأنا بشيلها من مكان لمكان بس ما بقدر أفتحها. يعني دايما كان عندي هيك شوق لحتى أعرف شو جوات هي الكرتونة. معقول يكون فيها فارة؟ روحي أنا إحساسي فيها جردون كبير. جردون؟ جردون اللي عضك، فيها أو ما فيها؟ شو بعرفني أنا شو فيها أنتِ؟ أنا بدي أشوف، قوم أنت افتحها. أنا خايف ما بدي. من شو خايف؟ رجال طويل عريض من شو بده يخافون؟ يا روحي أنا ما بخاف إذا أنتِ موجودة بحياتي. إيه قوم قوم. طب تعي معي. شوفي في شيء؟ لك شوفي. شو هو؟ كتب؟ هدول كتب جبران خليل جبران، هدول تبع جدي. جدي كثير كان يحبه. ما بتخيلي قديش كان يحبه لجبران، مشان هيك سماني انا جبران. وعلى فكره كثير انبسطت ما عرف انه اسمك مي. قال بنكمل القصه انا وياه تبع جبران خليل جبران ومي زياده. وهو لا اسمه جبران؟ كمان بيو كان يحب جبران خليل جبران؟ لا حبيبتي هو يعني هيك اسمه بلا سبب يعني.
بهداك الوقت كان دارج اسم جبران، يعني انه موضه يعني، وجدي كان وحيد على 4 بنات. قام ابوه يعني حس انه هو انجبر، قام سماه جبران. قام جدي صار يقرا كثير لخليل جبران، قام حبه كثير وحبه. هلا انت منين بتعرف كل هالمعلومات عن جدك؟ حبيبتي شلون يعني هذا جدي، هذا جدي، انا بحبه كثير وهو اللي رباني وكان يحبني لانه انا وحيد يعني. وبتعرفي الوحيد يعني بهداك الوقت بيكون هو يعني رافع اسم العيلة. على اساس انتوا العيله المالكه. هلا صحيح جدك كان ينق كثير بس قلبه طيب، كنت حبه كثير. جبران خلصنا بقى منك انت وجدك، شوف لي شو فيها هالكرتونه. اوكي ليكي شو فيها صور، روح قلبوا الكركبه والكتب. شو هالكاميرا الحلوه؟ شو هاي جبران؟ بعد في حدا بيستعملها؟ صار في شيء اسمه ديجيتال. روحي الديجيتال ما في روح، وهي الكاميرا اذا صورتي فيها وحمضتيهم منيح بتطلع صور كتير حلوه. حمضتن قلت لك. ايه حمد حبيبي حمد. رح تعال اخذ لك صوره. ليه بدي اتصور؟ حبيبتي هيك صوره واحده يعني. ما بدي، بركي انفجرت فيي. لك شو تنفجر فيكي ما تنفجر فيكي؟ حبيبتي شوفي شو حيصير، رح نصور اجمل امراه بالعالم مع اقدم كاميرا بالعالم. اكلت لي راسي، يلا صور وخلصنا. يلا صورة واحدة هون، طلعي هون طلعي هون. ايوه اضحكي. يسلم لي احلى مرة بالعالم. ويسلم لي اهدم واقوى رجال بالعالم. فرجيني الصورة فرجيني. يعني هي لا حبيبتي ما فيني فرجيك اياها، هي بدها تحميض يعني بدها وقت. لكن انا نازلة على السوق بجيب كم خرد وبجيب اهم شيء كادر للصورة وبرجع. اوكي حبيبتي روحي انتي وبس ترجعي بتلاقيها جاهزة الصورة. يلا رح غير تيابي وبنزل. الكاميرا غريبة عجيبة، طول حياته كان بيحب التصوير وبيحب الكاميرا. ولقيته. يمكن بقول يا ريت ما لقيته، بس اكتشفت جبران قديش كان ضعيف، وانا كنت حب كون مع شخص قوي. يمكن كنت انا عم جرب كون القوية لغطي هالشي على جبران. يمكن لو ما اتدخل ما كنا لقينا هالكاميرا، وكان باقي هالصندوق مسكر. شلون هيك؟ شو؟ طلعت هالصورة؟ شو بك؟ جبران؟ روحي حاسس هي الكاميرا مسكونة، ليكي شلون طالع موديلك؟ شو يعني مسكونة؟ يعني حبيبتي نحن صورنا الصورة من 5 ساعات، بس طالع على الصورة هلأ يعني الوقت الساعة 9. شلون هيك؟ وليكي كلك شحار وشعرك منكوش. شو مسكونة؟ فيها شبح؟ لا حبيبتي لا، بس يمكن يعني هي الصورة بتطالع الأشخاص على حقيقتهم يعني. شو؟ لك عم بمزح معك حبيبتي، لك أكيد الكاميرا قديمة والتحميض قديم يعني. ايه تضرب انت وكاميرتك؟ ريحة شو؟ او لك طفيت عن الطبخة؟ شلون هيك؟ شو هالكاميرا هاي؟ ايه والله صورتها صح انا. راح جن. صوت شو القصة اليوم؟ ما بتاخد هي سيلفي. شو هالكاميرا جابها جدي؟
طلعنا لا صورة ولا طبخة. روحي لك ليكي صورتك بالصورة هلا. الله يرحمك يا جد. روحي روحي، قومي قومي قومي، صحصحي، قومي قومي. ايه الله يحرقك انت وكاميرتك. لك روحي، لازم نعرف شو سر هالكاميرا وشو سر هالصورة. جبران بلا هبل، لا في سر ولا في شي، كاميرتك قديمة والطبخة احترقت. قوم شوف لي شو بدنا ناكل. اصلا انت كل همك بطنك، خليني صور وحدة تانية. لك الله يعيني عليك، شو بدك تصور؟ انا قايم صور الشارع وبعد 4 ساعات رح تشوفي شو حيصير. ولك شو بدك تصور الشارع؟ ايه عنا كل 10 ساعات تيمرق شخص واحد. روحي، بعرف انه شارعنا فاضي، مشان هيك انا عم صوره. هلا حفوت حمد الصور. انا قايمة اقلي بيض، بقلي لك معي؟ كاميرا غريبة عجيبة. طول حياته كان بيحب التصوير وبيحب الكاميرا. ما بعرف. جبران بحب التصوير، هيك علمه جده كمان جبران، وقرر انه يصورنا. يمكن كانت غلطة انه صورنا، بس كان كل هيدا الشي ما صار. تصورنا، تحمضت الصورة، وقعت الكارثة بعد 4 ساعات. والله غريبة هالصور شلون عم تطلع هيك. خفت. روحي يا قلبي. خير، شو اللي بده يولع هالمرة؟ كتير خايف أنا. شفتي الصورة اللي صورناها للشارع فاضي؟ ليكي طلعت الصورة سيارتين فاتين ببعض والساعة 1 بالليل. سيارتين بفرد مرة؟ جبران، عنا بالشارع بالسنة مرة لتقطع سيارة، كيف بدهم يفوتوا سيارتين ببعض؟ بعدين لو بتزبط لي هالساعة عن الكاميرا الخرفانة. روحي، شو قاعد عم بتسلى أنا؟ صار لي ساعتين عم زبطها ما زبطت. وعشو ناوي هلا؟ ناوي قلتي للساعة 1 لشوف شو بده يصير. روحي، ممكن كاسة مي؟ جبران، والله عطشان. شو في؟ شو صار؟ يمكن حادث. يا لطيف، لك حبيبتي نفس الصورة ونفس السيارتين اللي عملوا حادث. لا، في شي مش معقول. هيدي الكاميرا ما بتجيب الا المصايب، لازم نخلص منها. لك شو نخلص منها؟ هي كنز. ولك شو كنز؟ منبيعها ومنخلص منها. لك ليش لنبيعها؟ بنستفاد نحن منها. روحي، ولك كيف بدنا نستفيد اذا ما عم تجيب الا المصايب؟ هلا ثاقبت هيك، شو بدنا نساوي؟ حسب انت شو بتصوري بيطلع لك. ما عم بفهم. حبيبتي هلا بكره شو؟ الخميس. والخميس شو فيه؟ المسلسل التركي الجديد. هلا وقت مسلسل تركي. روحي، الخميس سحب اللوتو. ايه شو يعني؟ روحي ركزي معي، نحن منصور النتيجة ومنراهن عليها. فهمت عليك، يعني بننطر نتيجة لتطلع ونرجع بنروح بنقطعها. روحي ليش هبلة انت؟ جبران، ما تطول لسانك. يا روحي، ما طولت لساني، بس في شيء واقعي بالحياة. يعني منصور الأرقام ومنرجع منحمد الصورة ومنشوف الرقم الربحان، منروح منشتريه، وهيك بصير معنا مصاري كتير. ومعقول تزبط هاي؟ منجرب. ايه منجرب. جبران، مي كانت عم تدور على شيء لحتى نورته منه، يعني لحتى نطور حياتنا، بس ما لقينا غير هي الكاميرا، وهي الكاميرا عملت نقلة بحياتنا.
اكتشفنا السر. سر كبير وخطير بس كان حلو بوقتها. يمكن هلأ منقول يا ريت ما صار، أو يا ريت ما بعرف. صرنا من صورة ورا صورة، صورة ورا صورة، نكتشف قصص جديدة. من جديد مشاهدينا اهلا وسهلا فيكم مع السحب الاول من شهر اذار مع اللوتو اللبناني. شفنا من شوي شو كانت نتيجه سحوبات اللوتو. 15 42 41 25 35 5 والطابة السابعة الإضافية بتحمل الرقم 34. اي الله يرحمك يا جدي. جبران 16 شبكه. لك روح اربح اللوتو، اربح اللوتو. 16 شبكه ربحوا المرتبه الاولى. مدام تريد شبكة؟ تفصيله ما بعرف اذا لا مضبوط. شبكي روح. 16 شخص ربحوا المرتبة الأولى. عم وكل فكر. شخص بيربح بشو؟ 116 يعني إذا بجيب بقام ألف تقريبا. أو مرسيدس. ألف مبروك. هتقولي بالك بس أنا قبض المصاري. شبكه جبران. بالمرتبه الاولى. في شيء أهم من الجايزة ومن يمكن المصاري. اول مره شو أهم من الجائزة ومن المصاري؟ شو أهم إنه صرنا مليونيرين؟ نصير مليارديرية ويصير إلنا شأن مهم والعالم تعملنا ألف حساب. الاولى بس ما عليه من ما عم بفهم يعني شو ناوية تعملي؟ ألف مبروك. بعد 4 ساعات يعني انت بتقبر الفقر، وفعليا نحن قبرنا الفقر، بس الطمع طمع الانسان بصير بده كمان وكمان وكمان وكمان، وهي صار بدها كمان وكمان وكمان. قررت اني اكون دكتورة بعلم التصوير، مش بس هيك والفلك. صرت بدي اتذاكى على العالم. وحطيت اني دارسة بالجامعات الفرنسية تأعمل قيمة اكبر لحالي. العالم صدقت. يمكن انا اذا بحط حالي محلهم كنت رح صدق وروح دغري شوف شو رح يصير معي بعدين. بدي اتوقع. المتنبئة بالمستقبل مي. انت بتصور وانا بتوقع، وهونيك شوف المصاري والمعارف والضروبة كيف بتصير. روحي شو بدك بهي القصة، خلينا هيك أحسن. بعدين كذب المنجمون ولو صدقوا. هلأ هن كذب المنجمون، بس الكاميرا صارت 3 مرات مش عم بتكذب. طيب شو الخطة؟ الخطة إنه نفتح الاستوديو تبع جدك ومنعمل أوضتين، أوضة للتصوير وأوضة للتبصير، ومنقول إنه نحن منكشف الغيب عبر الصور. علم التصوير لدراسة الماورائيات والعيب. ما اقتنعت. يعني مين هذا الأهبل اللي بده يعرف بعد 4 ساعات شو بده يصير معه؟ حبيبي العالم بهمها تعرف بعد دقيقة شو بده يصير معه، مش بعد 4 ساعات. بعدين بهالطريقة العالم بترجع تجي على الاستوديو، وهيك بصير عنا مصلحة تانية. اوكي حبيبتي، بس يعني بس يخلصوا الافلام شو بدنا نصور ونحمد؟ ايه يخلصوا، بتكون كل العالم صدقت، بتقلها روح شمال بتروح، روح يمين بتروح. إيه بس هيك في مساءلة قانونية وهذا اسمه نصب واحتيال وما بصير هذا الحكي. اي نصب واي احتيال يا حوي، كل سنة على راس السنة بيجيبوا لنا منجمين وبياخذوا ألوف الدولارات. طيب بس يعني كل شيء الا الاستوديو تبع جدي ما بدي يصير عليه مشاكل. خلي لك يا استوديو جدك، نعملها هون بالصالون، نعمل محل التصوير محل التبصير، هيك انت جوا عندك اوضه للتحميض ونحط اعلان بالجريده. طيب شو بدنا نكتب بالاعلان؟ معك ورقه وقلم؟ على الموبايل فورا. جيب لك. اكتب: اكتشف مستقبلك. مستقبلك من خلال صورتك مع الدكتورة مي الحائزة على شهادة في علم التصوير والفلك، وزيد من الجامعات الفرنسية. مالك ملاحظة زودتيها شوي؟ شو مبروك بك؟ صرتي دكتورة. الله يرحمك يا جد. أنا ما بعرف شو صار معي الحقيقة. اتفاجأت يعني مثلي مثل المشاهد، مثلي مثلكم. حبيت قصة إنه هي صار عندها طموح، صارت بدها تصير عالمة فلك بس شخص يكون يحب كتير المصاري
بصير يجي كتير أفكار، بصير يعرف شو بده يعمل. قررت إني أستغل الناس. ما اعتبرتها سرقة، اعتبرتها تجارة، بس قررت إني بصر أو خلي الصورة تبصر، ومشيت فيها. صرت زبون ورا زبون، شخص ورا شخص، اضحك على العالم وطلع منهم مصاري. لا تواخذينا مدام، بس نحن الفوتة على موعد يعني، لازم يكون بالوقت يعني. هلا بيان 3 ثواني 4 ثواني. اهلا وسهلا مدام، تفضلي. هلا ما يحظبط لك امورك. اهلا وسهلا، تفضلي. أهلا وسهلا مدام أخواتي. اهلا فيك يا مدام ماي. حضرتك رايحة على السوق؟ مزبوط، رح اعمل شوبينج بالمول اللي فتح جديد. لا مدام، حضرتك رايحة على سوق الأحد. او مون ديو، انا ما بروح على هيك مطارح. مدام ما تكذبي، علم التصوير بيفضح كل شيء. بس بليز ما تقولي لحدا. شوفي لي رح بلاقي تقليد للشانيل الجديد. لا بعتذر، بس أكيد رح تلاقي تقليد مايكل كورس. بس بليز ما تقولي لحدا، والمصاري ما تعطلي هم. ما تعتلي هم مدام، $200 والله معك. بس هيك؟ بس بليز ما بدي حدا يعرف صح. أكيد مدام، ما تعتلي هم، الله معك. ميرسي ميرسي إلك. مو تمام؟ مشان اهلين استاذ، شو قلت لي اسمها؟ بردويل. جبران، هوب. ايه روحي. أنا كم مرة قلت لك بتقلي دكتورة قدام العالم، مش ماي؟ ايش بعرفني نسيت. خلص نتحاسب يعني. كيف يعني نسيت؟ دكتورة بتقلي. حاضر حبيبتي، في برا برد وليل. مين؟ برد ويل. شو بعرفني اسمه صعب. خليه يتفضل. اوكي دكتورة. شرب استاذ. أهلا وسهلا أستاذ بردويل، تفضل. جبران، ما بدك تعطيني الصورة؟ أني صورة؟ جبران، الله معك. أستاذ بردويل، حضرتك شو بتشتغل؟ أنا دكتور جامعي بعطي دروس بالأخلاقيات. أنت مرتك شقرة؟ لا بيضة، بعيد عنك. طيب وبعد 4 ساعات وين رح تكون؟ عندي درس خصوصي لتلاميذي. قصدك تلميذاتك؟ شو عرفك؟ يا عيب الشوم عليك، عم بتخون مرتك؟ هي اللي عم تظهر معها بتطلع قد بنتك. بوس ايدك، اشتري علينا، بينخرب بيتي، قديش بدك بعطيكي. تفضل، ادفع $1200 والله معك. 1200؟ مش على اساس 200؟ 200 تبصير و1000 سرية مصرفية. شو سرية مصرفية؟ يعني حتى ما تنفضح. أنا ما رح أعطيكي $1200، أنا رح أعطيكي $10,000. بس ما بدي أحدا بيعرف بهالموضوع. شو هالوضع العين؟ شو صار؟ شو الله بلاني بهالبلواي؟ برد وليل؟ شوفي. تعرف شو؟ بدي صورك وشوف بعد 4 ساعات شو بتكون عم تعمل انت. والقرآن ما خدك أنا، وحياة القرآن ما بسترجي أنا. هالاستاذ اخلاقيات قال ما بقى بدي اشتغل اليوم. روحي طولي بالك يعني، لا تتبطري عن النعمة. خلص الخيلي كل المواعيد اجلهم لبكره، ما عاد بدي اشتغل. روحي، في 3 زباين يعني، في عملة من وراهم. شو عندهم؟ واحدة بدها تعرف إذا ابنها بده ينجح ولا لا. يدرس ويحل دورات بينجح. طب واحدة بدها تعرف إنه إذا بنتها بدها تجيب صبي أو بنت. تروح تعمل صورة ايكو وتجيب لي اياها وانا بقول لها شو معها. في واحد بده يعرف إذا مرته عم تخونه ولا لا. ايه عم بتخونه. شو عرفك؟ انا بعرف ورح اقول لها. قلت لعندي وحده بدها تعرف اذا بدها تجيب ولد او بنت. شوف الناس يعني كيف بتفكر، كل واحد بده يعرف شو فيه، شو بده يصير. ما بعرف يعني، كنت بحالة ماني زعلان وماني فرحان يعني، بس
حالة من الذهول. مصاري عم تجي، مصاري مصاري، والإنسان بس يشوف المصاري خلاص بيسلم اللوحات. مدام أخواتي أول زبونة طلعت من وراها $200. حلوين كانوا بوقتها. كرمال شو؟ كرمال كذبة مخبيتها، وخلتني أتعلم الناس كيف بتفكر أكتر وأكتر، كيف معقول أضحك عليهم. صاروا بالدور دم أخواتي وبعدها وبعدها وبعدها، صاروا يزيدوا هالمصاري وطلع أكتر، كله كرمال جزدان شانيل تقليد. جبران خبي. شو في جبران؟ خبيني يا جبران. مين هذا؟ مين معي؟ عم بقول لك مين معي؟ والله مو انا. مين معي؟ أنا مايا. هي مي. لقيت مارد قدامي، لقيت سلاح. شوف بس تفوت القصة بالسياسة بصير الوضع غير مختلف. يعني تلاقي بصير في مرافقة، أسلحة، واحد إجا مو شايلك من أرضك. دكتورة مي، بدنا نعرف حالنا بهالبلد لوين رايحين؟ معاليك أنا اللي لازم أسألك هيدا السؤال لنشوف شو بده يصير بالمواطنين. أي مواطنين؟ نحن كل همنا الانتخابات. الانتخابات ما بقي فيها منا غير شهرين وعلى نار حامية. نحن بدنا نعرف شو بده يصير. شو بده يصير؟ احنا شو دخلنا؟ شو بده يصير؟ نحن قاعدين هون. والله انا ما بدي جدي وعياط. والله جدي. مين هاد؟ هيدا مساعدة. شو بدك فيه؟ شايف هول اللي حواليك؟ إذا ما بطلت تتدخل بالأشياء اللي ما بتعنيك، هول اختصاصنا أرجوك نجوم الظهر. يا أستاذ قلت لك شو بدك فيه، شغلك معي خليك معي. بعدين شهرين فترة كتير طويلة لأعرف لك شو بده يصير. علم التصوير بفرجينا بس أول فترة. شو يعني مشواري على الفاضي؟ أنا مش فاضي كل ساعة والتاني نط لعندك. شوفي شو بدك تعملي، تصرفي. لا ما تعطل هم، انت بأمان ومطرحك محفوظ والانتخابات ما رح تضرك بشي. عظيم. إن زبط حكيك مكافاتك كتير كبيرة، وإذا ما زبط يا ويلك شو بدي أعمل فيك وباللي معك. ما رح يصير إلا اللي بخاطرك، ما تعطل هم. ما في داعي أذكرك إنه مش ضروري حدا يعرف زيارتي لعندك. أكيد سرك ببير غميق. شوفك بعد الانتخابات بخير. يا بالقبر. الله تخيل الكاميرا جابت وزير، وهذا الوزير خبط الباب برجله وفات. يعني احساس هيك بحسسك بالضعف، بحسسك انت ولا شيء، احساس نملة عم تنفعس قدامك، احساس اي مواطن عربي. هلا مايو جبران غير شيء. مايو جبران هلا قصة كاميرا، مصاري، ما عادت مثل قبل. كل غريب بتعلق بأشياء، وأنا ما صار معي مصاري. روحي، أنا كتير خايف. يعني هذا البني آدم من وين طلع عنا وزير؟ هذا وزير يا جبران طوع ومرق، ليش بدك تخاف؟ شو قطوع مرق؟ وين مرق؟ ما مرق شيء. بعدين انت نسياني حالك شو خبصتي؟ طب بلكي ما نجح بالانتخابات. يا جبران ليش ما بده ينجح بالانتخابات؟
الزلمة له 30 سنة وزير، وقبله بيو كان وزير، وقبله جده كمان كان وزير. كأنك منك عايش بالبلد وما بتعرف كيف بتصير الانتخابات. شو روحي صايرة عم تحكي سياسة يعني؟ والله حاسس حالي حتفوتينا بالحيط. يا جبران أي حيط؟ نحن علينا هلا نجيب هيدا الوزير لصفنا، يصير عنا واسطة واللي بدنا إياه بيصير. ما بدي هالشغلة، خلص بلاها كل هالقصة، لا بدي واسطة ولا بدي مصاري. يا جبران حاجتنا. خلص بدي كسرها للكاميرا، أنا ما عاد بدي إياها. لك شو تكسرها يا جبران؟ هي نعمة، حدا بيرفس النعمة؟ بعدين ولا مرة بتسأل حالك ليش الله بعتنا إياها لإلنا؟ يا روحي نحن ما بصير ننصب على العالم، اتس نوت جود، ما بصير هذا الحكي. يا جبران نحن ما عم ننصب على حدا، هي العالم عم تجي لعنا وعم تطلع غلطانة، وما حدا بخاف إلا اللي عامل غلط. يا روحي نحن مو هيك، وما بصير نختلط مع عالم يلي هن هيك. نحن مش هيك ولا رح نكون هيك، بس هيدي العالم اللي عم تجي لعنا عم تسرق، خلينا نستفيد منها ونطلع مصاري. لو سمحتي لا تحاكيني بالمثاليات، أنا ضد قصة إنه واحد يعلق أخطائه على مشاكل الثاني ويقولوا إنه هن الغلطانين، يعني إنه نحن بدنا نحاسبهم، كل واحد عليه من حاله لو سمحتي. حديثك صح، بس هيدي العالم اللي عم تجي لعنا مش نحن عم نجبرها تجي، هي عم تجي بإجريها. شو بعمل؟ نحن عم نتاجر مش عم نسرق. روحي ما عم بقتنع في شي غلط. طيب ما تقتنع، روح ارجع نبش على شغل جديد وقعد ضب ليرة فوق ليرة واتركنا عايشين بالقلة. ايه ما عندي مشكلة، على القليل بنام مرتاح. يا جبران شو تنام مرتاح؟ ما فيي، أنا تعودت على الغنى، ما فيي ارجع للفقر. فقر شو يا عمري؟ صار معنا مصاري كتير كتير كتير، شو انت ما بتشبعي؟ لا ما بشبع، وبدي ضل غنية وبدي ضل معي مصاري كتير. يا روحي انت ليش ما عم تحسي فيني؟ انا حاسس بضغط كبير، يعني انا وقت ما بنام عم حط الفرد تحت المخده، وقت ما عم فوت على الحمام عم حط الفرد على خصري، انا حاسس بخوف علي وعليك وعلى حياتنا البشريه. ايه شيل الفرد وكون قوي، لانه ما في غير القوي بعيش، واذا ما كنت قوي ما رح تعيش. جبران هلا عرفت ليش بتحبي مي؟ وليش بتحبي مي زياده؟ لأنك صايرة عم تحكي مثل الأدباء والفنانين والنقاد، صايرة بتكذبي الكذبة وبتصدقيها. من أول ما قلتي لي عن الديب صرت ديبة، وأنا ما فيني كمل، أنا خروف صغير هالقد. أنا خلص رح آخذ كاميرا جدي وروح، وإذا بدك تكملي معي كملي، بس أنا إحساسي ما عاد كملي، لأنه بالنهاية الديب هو اللي رح ياكله للخروف. خلص روحي كملي لحالك. جبران ولا كل هيدا كرمال المصاري؟ ما بدي المصاري ولا الكاميرا، بس ما اخسرك. انا بموت بلاك، بموت اذا ما شفتك كل لحظه. خلص ما بقى بدي شيء، بدي اعيش انا وياك وبس. يا خوفي يا روحي ما عاد اقدر صدقك بعد كل شيء حكيتيه، لانه الانسان وقت ما بيكون عم يبكي بيكون بأصدق حالات حياته. جبران ولا هالقد انا ما بسوى؟ هالقد وطيت من عينك؟ القصة مو هيك روحي، مو هيك، بس أنا خايف ما أكون قد توقعاتك، خايف ما أكون هذا الإنسان اللي عم تحلمي فيه وتكملي طول حياتك معه. ولو يا جبران مش أنا اللي بفكر هيك، أنت بتعرف أنا قديش بحبك، لو ما بحبك ما كنت بستحمل كل هالسنين لا معك ولا مع جدك، الله يرحمه. روحي شو دخله جدي؟ شو دخله؟ شو كنت انت حملتيه على ظهرك يعني مثلا؟ يا جبران أنا ما قصدي هيك، جدك له ميت وله عايش مريحنا. لا تطولي لسانك. جبران قد ايه قلنا مش علقانين من ورا جدك، الله يرحمه. جبران بحبك. الله يرحمك يا جدي، وانا بحبك كثير. طيب هلا شو بدنا نعمل بالكاميرا؟ خلص بدي رجعها على الكرتونه. حذري شو، قبل ما رجعها ناخذ صوره تذكاريه انا وياك. وبركي طلع في شي مصيبه جديده. ما رح يطلع شيء روحي، ما رح يطلع شيء، نسيانه انه انت دكتوره كبيره. لا ماني ناسيه. طيب يلا خلينا ناخذ هالصوره ونضبها. قلتك شو حيطلع فيها؟ يعني بعد 4 ساعات لازم تكون الساعه شي 12. اكيد انت غافي على الكنبايه وانا عم بحضر المسلسل التركي. لا حبيبتي، اليوم في لعبه فوتبول، يعني انت حتكوني نايمه وانا حكون حاتفرج. بتشارط؟ ايه بشارط. ايه قوم صور وحمل الصوره. ناخذ فيها سيلفي كمان.
للكاميرا. يعني وقت ما حسيت انه هاي الكاميرا حتجيب لي وجع راس قلت خلص بلاها، خلص صار معنا مصاري تكفينا، يعني ما عاد بدي. قلت باخذ صورة تذكارية بكاميرا جدي انا ومرتي. لما فتت حمضت الصورة طلع لونها اسود. بتعرف شو يعني اسود؟ يعني كان جدي دايما يقول لي انه السواد يعني موت. اصعب لحظة كانت وانا عم حمد الصورة وقت ما شفتها سودا، صرت اقلبها هيك خلص حنموت. خلصت حياتنا؟ ما صدقنا لقينا هالكاميرا وطلعنا منها مصاري وربحنا اللوتو وجبت سيارة هيك خلص. الله يرحمك يا جد، بحياته ما قال شغله وطلعت غلط بحياته. يا جبران بركي الكاميرا فيها شي غلط، بركي كان بدها بعض تحميض. لا روح لا، الشغله مو لانه متعلقه فينا بدنا نكذب على حالنا، بس جدتي طول عمره كان صادق معي. وقت ما كان يقول لي انه الصوره بس تطلع سوداء يعني موت، وليكا شحوكه كهنه سوداء. لا لحقت شوف ولادي ولا لحقت اعرف شبابي. هي مشكلتك، شوفي ولادك وشبابك وانا انا شو؟ يا عمري ما انت رح تموت معي. عشنا مع بعض وسنبقى مع بعض حتى في سكوت تذكارات الله. حتى بهي انانيه انت، لك هي جمله لجبران خلي جبران، انا لازم اقولها مو انت. حياتي جبران ومي ما عيشوا مع بعض، ما كملوا سوا، انا وياك كملنا. روحي هلا عم فكر ونحن لسه بقيان 4 ساعات وشوي وكم جزء من الثانية، يعني فينا نعيش حياتنا، فينا نعمل اللي بدنا اياه. جبران شو رح نلحق نعمل؟ منلحق حبيبتي منلحق. انت شو اكثر شيء بتحبيه بحياتك؟ كتير بحب الشوبينج، دفع المصاري، السفر، ميك اب، كزدرة، كل شيء. يعني حبيبتي ما بعرف شو بدي اقول لك، اخر شغلتين بتحلمي فيهم بحياتك هن اكثر شغلتين بضايقوني. بس يلا ان شاء الله عمره ما حدا يرهد، قومي نصرف هالمصاري. لا ما بدي. حتى وانت عم تموتي مانك قدرانه تتخذي قرار؟ لا انا ما قصدي هيك، بدي اخر كم ساعة اقضيهم حدك، ما بدي شيء يلهيني عنك. بتعرفي روحي انا كثير سعيد لانه اخر لحظات بحياتي وانا عم موت ما رح اشوف غير وشك، انا بموت فيكي. تعرف شيء؟ وانا رح موت من الجوع. عبالي كفتة او لا مشاوي، لا 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 فروج مشوي. تعرف شو؟ خلينا نروح على الحلو، عبالي اكل نوتيلا. روحي يعني معقولة اخر لحظات من حياتنا بدنا نقضيها عم ناكل؟ ايه شو عليه؟ قوم ناكل بلا رجيم بلا بلوط. خلص حبيبتي قومي نفوت على المطبخ ونظبط الاكلات ونكتب وصيتنا. قومي. روحي هلا معقولة لو وياك يعني نرجع نلتقى فوق؟ انه اكيد هيك بيقولوا. اكيد يعني؟ او لك هيك خلصت خلاص؟ هيك طلع بالصورة. جبران او لك اذا متنا حدا رح يجي على دفننا؟ اكيد حبيبتي، انت جايكي قلب تاكلي يعني، اكيد بده يجي كثير عالم يعني محبين كتاب. طيب كيف بدهم يعرفوا انه متنا؟ صحيح شو بدهم يعرفوا؟ فينا نبعث لهم مسج نقول لهم؟ هبلة انت روحي هبلة. جبران لك حبيبتي حدا اذا بده يموت بيبعت مسج للثاني بيقول له انا بدي موت. طيب فينا نعطي المفتاح للجارة نقلها تجي تطل على البيت، ساعتها بتشوفنا ميتين. لا روحي
جارة كتير قلبها خفيف، يعني إذا شافتنا ميتين يمكن تجيها سكتة قلبية وتموت. خلص حزنت، بنموت نحن وهن يصطفلوا. يا جبران بس انا بدي عزا مرتب. ليك شو انا بدفع التكاليف بلا شميلة حدا. حتى انت وعم تموتي بدك تتبهوري. خلص بنحط مصاري نحن بظرف ونكتب عليه هدول للعزاء وبنكتب وصيتنا. صح، لازم نكتب وصية ونرجع المصاري لأصحابها. بدك ترجعي المصاري كلها؟ ما بعلمي انت بتحبي المصاري وبدك تشتري بي ام ومرسيدس. في شي بالعالم ما بدك تشتريه؟ ايه بعدنا عند رأيي والله يصطفل فيهم. نحن بنعمل اللي علينا. بدي اتبرع بكل شي عندي وبعمل سبيل عن روحي وروحك. يا روحي هذا الشي بيعملوه للميت، مو الميت بيعملوه لحاله. وبالكي ما لقينا حدا يعملها. بيكون ما حدا بيحبك. جبران بلا زناخة، قوم جيب ورقة وقلم. ورقة إلك ورقة إلي. انت اكتب وصيتك وانا بكتب وصيتي. بتعرفي روحي اكل هم كل الاغراض، يعني شو بدنا نعمل فيهم؟ وخاصة اغراض جدي اللي قاعد يحافظ عليهم ويدور عليهم ويجمعهم، وانا طول عمري كنت عم حافظ عليهم وشيلهم من مكان لمكان. هلا ما بعرف وين بده يروحوا وشو بده يصير فيهم. هلا عطلان هم اغراض جدك؟ ما انت كلك رايح لعنده. هلا بتقعد انت وياه بتشوفه بتحكوا عن الاغراض. انا ما بعرف نحن كيف اخذين الموضوع بهي البساطه. لك نحن خلص حنموت روحي. خلص خلصت الحياه باح. ايه رح نموت، كل العالم بتموت. قد ما تمسكنا بالحياه بدنا نموت. بعدين خليني موت صبيه حلوه. ليش تختر وجاعد وارجع اموت؟ خليني موت هلا. والاحلى من هيك انك رايح معي، يعني لا رح تتجوز علي ولا انا رح ازعل عليك. طيب البراءه ما اتجوز عليكي بس ما بدي اموت. طيب مين برايك اخر شخص ممكن نشوفه قبل ما نموت؟ صراحه ما بعرف، بس لازم يعجل لنحضر حالنا. لك روحي انت عم تستهزئي؟ يعني شو نحن رايحين على حفله اجا ياخذنا عزرائيل. خوف كتير كبير، بس لما عرفت اني رح موت انا وجبران بنفس الوقت ارتحت. عرفت انه جبران مش رح يتجوز من بعدي، وين ما اروح اخدته معي حتى بس موت. هلا هيك قال لي جدي، قال لي انه اذا شفت سواد بقى في موت، وكان مكتوب على تاريخ الصورة الساعة 12. هلا احنا ضلينا للساعة 12 عم نستنى. كنت كتير زعلان، مو زعلان لاني انا بدي موت، بس هذا الشعور انك انت تستنى الموت وبتعرف انه انت بالثانية انه انا الساعة 12 حموت. قلكن شي، بالنهاية كلاتنا حموت. بصارة براجي اشوف البخت واقرا بالكف. انت مين؟ بصارة روحي اشوف بختك. لك بلا بختك بلا بختي. بختك شوف بختك. مين هاي؟ هات يدك. شو عم تعملي؟ شوف بختك. هات ايدك لأنا شوف بختك. لك حاجة تشوفي روحي، ما عنا وقت ساعتين. نسيانة انت وبدنا نسلم اللوحات. شو عليه خلينا نتسلى شوي. هاتي ايدك. انتم زملاء؟ ايه اكيد نحن زملاء، بس نحن من نوع تاني. لا اعرف شيء. حبيبتي الله يرضى عليكي، نحن ساعتين وانا ومرتي رايحين مشوار ما في رجعة. قومي تيسري، قومي الله يرضى عليك. فين رايحين؟ قومي تسهلي وادعي لنا ربنا يغفر لنا. اعطيني يدك. لك قومي تيسري الله يرضى عليكي. جبران نحن شوي ورح نفل. بدي اقول لك شيء. قولي روحي. انه انا كثير بحبك ومحظوظه كثير اني تعرفت عليك. انا بحبك وبموت عليكي. جبران ايه روحي. فيني اقول لك شيء؟ شو نسينا؟ اخته. انت عن جد اخته؟ قدامك طريق حلوة. واحدة بصارة، بتعرف هاي البصارة حسيت انه في امل منها،
يعني بالنسبة لإلي يعني إنه أنا كنت أشوف للعالم إنه شو بده يصير معهم. بلحظة من اللحظات صرت بدي أدور على أشياء من خلال هي البصارة، إنه بلكي بتعطيني هذا الأمل، بلكي بتحسسني إنه اللي شفناه كذب. ما حدا بيعرف بالغيب إلا الله. كان عندي الثقة الكاملة إنه لا البصارة ولا الكاميرا فيها تعرف شو المستقبل. يمكن لو خليتها تبصر لي كنت بس لأتسلى، أو تخليها تنبسط أو تحس بالشعور اللي أنا كنت عم بحسه لما أخبر العالم. يلا جبران اقري لي شو كتبت. اوكي، رح تتفاجئي. هي آخر اللحظات وأصعبها حين نصبح جالسين ومنتظرين الموت، أنا وأنت يعني. تلك الحقيقة الوحيدة لا ريب فيها ولا شك، الموعد الوحيد الذي سوف يأتي لا محال. فليعلم أيا كنت يا من تقرأ هذه الرسالة أنك أول من اكتشف خبر وفاتنا، وعليه فرجاء منا نحن جبران خليل وحرمي مي حداد أن تقوم بدفننا وإقامة واجب العزاء عن روحنا. وستجد في غرفة النوم شنطة تحوي على عدة ملفات، وقد كتب على كل ملف قيمة المبلغ الذي بداخله ولما سيستعمل. سامحوني، سامحونا، أي سامحونا. طيب حضرت الملفات؟ ايه حبيبتي حضرت، وكتبت على كل واحد، هاد للعزاء، هاد للدفن، هدول للدين. يا الله يا جبران، ما كنت عارفة إني رح موت وكون عارفة بهيدا الشيء، يعني على القليل عيش شي يوم زيادة بعد. يعني روحي شو كنتي عملتي؟ كنت على القليلة حضرت المسلسل التركي لأعرف شو بده يصير بالبطلة. جبران عم بمزح معك. أخوات المزح. طب يعني ما بعرف شو كنت عملت. كنت يمكن عملت خير أكتر، كنت صلحت الناس اللي اتخانقت أنا وياهم، كنت يمكن خفت عليك وعلي أكتر. يعني بدل ما نصرف هالمصاري على قصص أساسية نصرفهم على السفر وطق الحنك نتسلى. بتعرفي شو روحي؟ أنا اكتشفت بعد هالخبرة البسيطة بالحياة إنه كل شيء عم نعمله على الفاضي، يعني ما له طعمة. ليكنا يعني رايحين يمكن $100 ما ناخذ معنا، ما بعرف إذا بيخلونا ناخذ ولا لا رح ناخذ معنا غير هذا الكفن الموجود جوا. خلص يا جبران خلصت، صارت الساعة 11 وبعد عنا ساعة واحدة، قوم لنتحضر. قومي. مين عم بدك؟ لك حتى ما بدنا إيانا نموت ونحن مرتاحين. قوم شوفني. أو ماي جاد. أشوف بختك؟ خليني شوفي بأيان ساعة. فكذرت بحكيكم وجيت أشوف مين الصح، أنا ولا أنتم؟ شو نسيتي هلأ؟ شو جايبك؟ ما في شي روحي، أكلي همنا يعني إذا متنا أو لا. بعيد الشر عنكم، أنتم مثل إخواتي. أنا جيت أعرف شو قصتكم، ليش تحكون هيك؟ شو رأيك يا جبران؟ منخبرها؟ روحي ليش بدنا نخبرها؟ يعني اللي صار معنا شي كتير غريب واللي بده يصير بعد أغرب، خلينا نخبرها. لك يا عمري كل اللي بقيان ساعة بدنا نقضي مع البصارة. يا جبران كلها بدها 10 دقايق، ما عليه. شو قررتم؟ تخبروني أو لا؟ القصة وما فيها إنه أنا وجبران لقينا الكاميرا تركها جده، استعملناها، طلعت هالكاميرا بتفرجينا بعد 4 ساعات شو معقول يصير. تصورنا وعرفنا إنه بعد 4 ساعات بدنا نموت. يا ويلي عليكم، راحت عليكم يا ولدي، راحت عليكم، بعدكم شباب. طولي بالك طولي بالك، هيك الله كاتب. روقي ما بدها هالقد، كلنا رح نموت. يا ولداي لا تهنيتوا بولاد ولا بعيال. يا دلي أنا لا رح نتهنى بولادنا ولا بشبابنا ولا بزواجنا ولا بشي. يا ولداي راحت عليكم يا ولداي، لساتكم شباب بعمر الزهر يا ولداي. يا الله عم عيش آخر لحظات حياتي مع تنتين مجانين. جبران ما تطول لسانك بخلص عليك. ما بدي جميلتك روحي، أنا متكل لحالي، نص ساعة وماشي. والله أنتم مجانين، ما تدرون ايش تقولون. أنا رح أمشي، بكرة رح أخبر قصتكم للناس ورح أقوم بالواجب. خير ما بتعملي، ولا تاكلي هم المصاريف، كله موجود وإكراميتك موجودة.
ما هو الهدف. والله أنا حبيتكم من قلبي. لا معلش، العزا بكلف. يا دلة راحت علينا يا ولدة. خلص روحي، خلاص خلصنا من القصة بقى. خلاص. إن شاء الله آخرتكم بتكون منيحة وما أنساكم من الدعاء. الله معك، أنا كتير انبسطت تعرفت عليك. لا تنسي التمر والمعمول، وجيبي بن مرتب، ما بدنا العالم تحكي علينا. إن شاء الله رح أقوم بالواجب. اسمعي، هاي مفاتيح البيت والسيارة والدرج التحتاني، في ذكرياتي كلها. بصيري زموخته. الله معك ابو عبدو. روحي، صار فينا نموت ونحن مرتاحين. يلا قوم نحضر حالنا. مستحيل، انتي بالاول بتقومي، ليديز فيرست. جبران حتى انت وعم تموت مزوق. جبران كيف بدي نام؟ ولك قوم، كيف بدك تنام؟ لاحق تنام، بعد في دقيقتين قوم. يا والله بقى دقيقتين. بدي اقول لك شيء. روحي، انا كثير كنت سعيد بحياتي اني تجوزتك. انتي روحي وعمري وبابا وماما وباسم ورباب. انتي النبض تبع الروح، الشريان الذي يؤدي الى صمصيم القلب. جبران، انتي بدك تخليني اقول لك شيء قبل ما اموت؟ بعيد الشر، قولي. وانا كثير محظوظه اني تعرفت عليك وبحبك كثير. وانا فيني اقول لك شيء؟ قولي. ما بتزعل؟ لا. تتذكر السياره اللي كانت مضروبه؟ سيارتي؟ ايه، هي انا ضربتها. انتي ضربتيها؟ فداكي يا عمري، فداكي 10,000 مليون سيارة. بعد شي؟ قوليهم كلهم، اعطيني اياهم دجة وحدة. تتذكر الفستان الحلو النيلي؟ ايه، اشتريته ب $500. جبران حبيبي، شو؟ حاسة حتطلع، حنفخ الروح. روحي جايني احساس انا وياكي وفوق. حمر ما سلم عليكي، ما حشوفك فوق. والله عم تذبحيني ذبح. بران هلا هيك؟ روحي رح اشرح لك يعني شو الموضوع. يعني انا حفوت على الجنة وانت على النار. على النار لانك كذابة كبيرة كتير كتير. الله يسامحك يا جبران، أنا كل قصدي كنت خبرك كل شيء قبل ما أموت. جبران أنت هون؟ ايه حبيبي هون، بس حاسس عتمة وشوب. أقولك متنا؟ ما بعرف حقنا احنا ميتين ولا عايشين. ما بعرف. قولي الو. مساء الخير. أفادتنا مندوبتنا من بيروت أن عطلا كبيرا قد طرأ على مولدات الكهرباء في معمل الجية الحراري، وقد غرقت العاصمة اللبنانية بيروت